السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة. هكذا حبيت أفعل هذه الرسالة اليوم جمعة. بعض الأخوة والله العظيم أني أشاهد بعض الناس يناشدوا يدخلوا يناشدوني في الخاص ورسائل في الخاص واتصالات وكذا. أقسم بالله لو هو يقول لكم المثل ما يقيد الله لا وحوش، وأحيانا ما يردنا إلا الجهد. ولا أقسم بالله العظيم لو به فقط، لو الوضع سابر وبه مع واحد، أقسم بالله لا رد محتاج ولا رد فقير ولا رد أي واحد منكوب. في الوضع كما تعلمون عند الناس كلهم، في إذا ما تكاتفوا الناس وتعاونوا الناس على الخير وعلى المحبة وعلى التكاتف، سواء يكون من بلادك أو من خارج بلادك. الخير لا يستثني جغرافيا أو منطقة. الخير اللي يزرع الخير هو يجده في أي مكان، في أي منطقة، في أي بلاد. من يحتاج إليه قل له يا لبيك. لكن أنا أعتبي على بعض الناس الذي هم ما يشاهدوا إلا الذي معه زلط. مثلا بعض المشايخ ولا عقال البعض، مع احترامي للشرفاء والذي هم أصحاب مبادئ وأصحاب مواقف مشرفة، بعض المشايخ يقول لك ما يشاهد إلا كأنه ما تمشيخ إلا على التاجر أو على الذي معه زلط أو على الذي هو ونعم. أمن الفقير، أمن الذي ما بش معه، ما بش له جهد، والله ما ينظر له ولا يرد عليه تلفون ولا يجاوب معه. لا، أن طرح لك ربي قبله وطرح لك الله وجاهه، والناس شيخوك وعقلوك، والناس قالوا معملين فيك الخير. أنت شيخ الفقير قبل الغني، أنت شيخ الإنسان. مثلا الإنسان الذي هو خارب، أمن الصالح قد يعاونك، الذي هو صالح قد يعاونك، ما عادكش تحتاج انك توقف جنبه وتقيمه وترده الى الصلاح. لا، وقف جنب الخارب، جنب المهموم، جنب الفقير، جنب من نحتاج لك. وقال شوف، لانه بيضعك في مقام سبحان الله بعد الله سبحانه وتعالى. عندما يأمل فيك الخير ويطلق بابك او يطلق تلفونك او يتصل لك او يأمل فيك الخير، والله ما بيوصلك الا هو واضع كل الثقة. فلا تخذله، فلا تقفل الأبواب في وجهه. على الأقل اجبر بخاطره ولو بالكلام، اجبر بخاطره، شوف ما هو مشكلته، شوف ما هو وضعه. لا تقفل الباب في وجه من سألك ولا من طرق بابك أو من احتاج لك. لا تقفل بابك ولا تقفل تلفونك. فبعض الناس وبعض الكذا ما يجاوب إلا مع الغني، وما يجاوب إلا مع الذي هو نعم، أو ما يجاوب إلا مع التاجر. التاجر ما عادش لا بحاجتك ولا بحاجتي ولا بحاجة أحد. زلطعت وقف معه، زلطعت وقف معه، وقف جنب الذي هو بحاجتك، الذي هو ما بش له ظهر. كن أنت سنده في الحياة وظهره وربي وذاك. لو سندك في فوق 7 سماوات، هو سندك وسند هذا المظلوم أو الفقير أو من احتاجك، أن تقف إلى جانبه.